قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لما خلق الله عز وجل الأرض أرساها بالجبال فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال نعم، الحديد يقطع الجبال. قالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم، النار تسر الحديد. قالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من النار؟ قال نعم، الماء يطفئ النار. قالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم، السحاب تحمل الماء. قالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من السحاب؟ قال نعم، الرياح تجري السحاب فتذيب الماء. قالوا يا ربنا أخلقت خلقا أشد من الرياح؟ قال ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وروي أن هناك امرأة من بني إسرائيل ذهبت إلى أحد أمراء بني أمية فطرقت الباب، فخرج لها الخادم قائلا لها من أنت؟ قالت كل الأمير أختك بالباب، مع أن الخادم يعلم علم اليقين بأن الأمير ليس له أشقاء. فدخل الخادم وقال للأمير امرأة بالباب تدعي أنها أختك. فلما دخلت المرأة ووقفت بين يدي الأمير قال لها الأمير عن أي أخوة تتحدثين؟ قالت أختك لآدم. قال الأمير رحم مقطوعة والآن علي أن أصلها، ماذا تريدين؟ قالت يا أيها الأمير إنما يخفى على مثلك بأن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ينفع ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال لها أعيد. قالت يا أيها الأمير إنما يخفى على مثلك بأن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ينفع ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال لها أعيد. قالت يا أيها الأمير إنما يخفى على مثلك بأن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ينفع ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال لها أعيد. قالت والله لن أعيد لأن في الإعادة مذلة وأنا لا أذل نفسي إلا لله. فقال لها الأمير والله ما قصدت ذلك، ولكن أعجبني حسن حديثك وطيب كلامك، فوالله لو أعديها 1000 مرة لأعطيتك بكل مرة 1000 درهم. ثم نظر إلى الخادم وقال خذها وأعطها 10 من النور و10 من الإبل و20 من الشياه، ثم أعطها من المال فوق ما تشاء لعلنا نجد هناك ما ينفعنا يوم الطلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. قدم لنفسك وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا وحيدا فريدا في قبرك ولو حالك حالك، ولا تدري إلى أي المسالك أنت سالك، أتصير إلى جنة عدن أم في المهالك أنت هالك. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فإنك لا تدري لمن تجمع، ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع، فإن الرزق مقسوم
وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. اخوة الايمان والاسلام، الجمع الطيب المبارك، نحييكم ثانية بتحية الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تجدد لقاؤنا وعطاؤنا ونحن في ليلة تكريم الراحلة الكريمة رحمة الله عليها، الام التي عاشت طيبة وماتت طيبة. الله اسأل في هذه الايام المباركات ان يتغمدها واسع الرحمات، وان يسكنها فسيح الجنات، وان يجافي الارض عن جنبيها، وان يلهمنا جميعا واهلها الصبر والسلوان. الراحلة الكريمة رحمة الله عليها، حرم الاستاذ عصام نصر ابو العلا، جئنا مشاركين الاسرة الكريمة، عنهم الابن الكريم استاذ هشام عصام نصر ابو العلا، وايضا مشاركة منا الى الاستاذ وليد فتحي الشحات، استاذ محمد فتحي الشحات، حاج محمود الشحات، علم الادب والواجب في كل مكان، بيت الكرم والجود، صاحب الدعوة الكريمة فضيلة الشيخ جمال عوض، جميع عموم عائلات ابو العلا وعائلات الشحات، جميع عموم عائلات واسر هذه البلدة، قدموا لي جميعهم بخالص الشكر التقدير لكل من جاء وحضر ليشارك الاسرة العزاء. عود طيب كريم الى ساحة القرآن الكريم. سعدت معكم على مدار هذا اليوم وهذه الليلة بعلم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية، سفير من سفراء القرآن الكريم، فخر قراء الشباب وقارئ الشباب الاول، نجم محافظة الدقهلية، فضيلة القارئ الشيخ محمود سمير خطاب. الله اسأل فضيلته دوام التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني
واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم. حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا اعتمد خلاص.
حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. حبيبي الله يخليك الله يسترك يحفظك. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فانطلقا
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أما السفينة لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين
فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، فإنما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في الحاجة لتلاوة مباركة العطرة من كتاب الله عز وجل، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني، تميز دائما أحكاما وأداء وتلاوة وتجويدا، علم جمهورية مصر العربية ونجم محافظة الدقهلية قارئ الشباب الأول فضيلة القارئ الشيخ محمود سمير خطاب، قارئ مقيم بقرية أبو داود مركز مدينة تميم الدين محافظة الدقهلية.
الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وأن يوفقه دائما إلى ما يحب ويرضاه. بعدما عشنا في رحاب هذه التلاوة، تعالوا معنا نعيش مع العلم والعلماء هذه الكلمة الطيبة من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دموا على مسامع حضراتكم معالي الدكتور محمد حسين. الله أسأل فضيلته دوام التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع.